السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب أعضاء جروب تعلم عزف الأورج على برنامج 2016. متابعين القناة، لكل المتابعين يا رب تكونون بألف خير وسلام إن شاء الله. طبعا بهذا الفيديو حبيت أقدم فد شرح على برنامج استرجاع الملفات. طبعا ما نبتعد عن العزف، بس البرنامج هو خدمي وأكثر الإخوان يحتاجونه، وأكثر إخواننا يمكن ما يكون حاسوب وخاطر ينصب برنامج استرجاع ملفات. وطبعا اكثر برامج استرجاع الملفات بالحاسوب يعني مو 100% ناجحه باسترجاع الملفات. انا مجربها شخصيا، وحتى البرنامج الزين من يرجع لك ملفات يعني نفرض له ملف صوتي استرجعه من الشغل الملف، لو ما يشتغل لو مقطوع من الوقت ماله. فبنظام الاندرويد طبعا عامه بنظام الاندرويد يعني سواء كان موبايل او على مستوى الحواسيب نظام متكامل وجيد جدا. فبهذا الفيديو جبت لكم برنامج طبعا اثناء تصفحي للمنتديات الاجنبيه والمواقع اللي انزل منها برامج، فلقيت للاندرويد برنامج استرجاع ملفات اللي هو اسمه هذا قدامكم ظاهر بالشاشه باللون الاخضر، جي تي داتا ريكفري. هذا اللي قدامكم جي تي داتا ريكفري. طبعا طريقة استرجاع الملفات بواسطة شلون نفتح البرنامج. هذا البرنامج امامكم، طبعا برنامج بسيط كله، احنا مر علينا هيش برامج. هنا جاي يقول لك يدعم، يعني هنا هاي بالشاشة ريكفر فوتو، الصور، اس ام اس الرسائل النصية، ريكفر كونكت الاتصالات يعني الارقام ارقام، التي اكس تي ملفات مستندات يعني هاي الكتابيه، ريكفر واي فاي طبعا رمز الحمايه للراوتر للشبكه اللي انت مسوي عليها كونكت. طبعا بالمناسبه مو برنامج هاكر، لان اكثر اخواننا يحبون هاي البرامج مال الهاكر. لا مو هاكر، هذا يرجع الباسورد للشبكه اللي انت مكنك عليها مسبقا. هنا ريكفر واتساب، يعني هنا ما يخص الواتساب. طبعا هنا عندنا هذا الزائد اللي امامكم باللون الازرق، الزائد ريكفر فايل يعني استرجاع ملفات تنقر عليه. هنا يقول لك البرنامج طبعا بالمناسبه قبل لا نبدا بالاسترجاع هاي 3 نقط فوق ننقرها، العفو منا على السيتنج. هنا تريد ترجع ملفات استرجاع ملفات من الذاكرة الداخلية أو من بطاقة الرام، بطاقة الذاكرة الرام منها تقدر تحددها تسترجع منين، من الذاكرة الداخلية للجهاز أو الرام بطاقة الذاكرة. هاي بعد أنت شيء خصك. نرجع إضافة فايل منه، يقول لك البرنامج يدعم هاي الملفات، الصور، فيديو، أوديو، صوت، دي كومنت، ملفات، برامج مضغوطة، ملفات مضغوطة، نص الفايل يعني برامج الاندرويد. نجي نجرب على الاوديو مثلا، تحدد هذا امام الاوديو وتنطي نيكس. طبعا بالمناسبة البرنامج يحتاج لروت، حتى يسترجع ملفات بصورة كاملة. اعيدها، البرنامج يحتاج لروت، واللي ما يعرف الروت يعني يبحث باليوتيوب او يسأل او اي معلومة عن الروت يعني. وانا انصحكم عن طريق الحاسبة، اي برنامج تريد تسوي بيه روت يعني تنصب الموبايل وتسوي بيه روت ما ينجح خلاص، فعن طريق الحاسبة. واكو برنامج للحاسبة اتذكر اسمه روت كينج، صيني روت كينج، اللي يحتاجه انا ادي اياه. نجي سكان ديفايس، جاي شوف بدأت عملية الاسترجاع. هنا عندك فاوند فايل يعني الملفات، عدد الملفات المسترجعة. هنا عندك اللي فوق راح يقرأ عندك هنا مكان الصفر عدد الملفات اللي يسترجعها. جاي شوف أول ملف ظهر MP3، طبعا برنامج ناجح وجامد جدا.
ثاني بعض الوقت. طبعا جاي تشوفون شباب الملفات كاملة بحجمها كامل. أنا شخصيا أستخدم بالحاسبة ملفات استرجاع، فيرجع لي إياها بس الملف مقطوع، يعني مو بحجمه كامل. فبهذا البرنامج حجمه كامل، يعني يرجع الملف حجمه كامل. أول ملف جاي تشوفه MP3 حجمه 12 ميجا بايت. شباب جاي تشوفون هاي الملفات اللي استرجعها كاملة. هنا انتهى الاسترجاع، تنطق اوكي. هنا تقدر تحدد الملفات، اي ملف تريده تحديد الكل، انت يعني مخير تحدد الملف. هنا تقدر تتمعه قبل لا ترجعه. ليش؟ جاي تشوفون اخوان، اي ملف تريد تسترجع تقدر تحدده وتنقر على الحفظ. جاي تشوف هنا عندك علامة المسح وحفظ اي ملف. انا بالنسبة لي هاي الملفات ما محتاجها، ما استرجعها. منها تقدر تشغل الملف او تسترجع بنفس الوقت. تنطي ريكفر راح يسترجع، راح يخيرك الجهاز وين تريد تحفظ الملف. بعد انت شوف شلون تحفظه ببطاقة الذاكرة الداخلية، راح يسترجع عندك الملف. هذا بالنسبة للملفات الصوتية. هنا قلنا حفظ قلنا. هذا بالنسبة للملفات الصوتية، نفس الملفات نفس الخطوات تتبعها على الصور الفيديو. انا بالنسبة لي شخصيا جربت الفيديو يرجعها كاملة كل الملفات وتشتغل بدون اي قطع بوقت الملف او طول الملف. او برنامج ناجح 100% اخوان، انصحكم عليه. طبعا شباب بعد ما اشوف اكو شيء صعب بالبرنامج، يعني كل مرة عليكم هيك برامج. اللي هنا وانهي الفيديو. اي سؤال اي استفسار اترك تعليق اسفل الفيديو
وأنا بخدمتكم أخوكم وخادمكم سعد الزبيدي.